رحلتنا النهاردة في بلاد المغرب هنكلمكم أكتر عن أهلها وسكانها واللي سمعنا عنهم كتير الأمازيغ أو البربر. الأمازيغ أو البربر مش مجرد ناس كده دخلت الإسلام بشكل عابر، لا لا لا، الناس دي ليها ثقل كبير جدا في التاريخ الإسلامي. اللي كان منهم طارق ابن زياد اللي فتح بلاد الأندلس واللي كان معظم جيشه. من الأمازيغ ده غير بقى المرابطين، ودول بقى نشروا الإسلام في غرب أفريقيا. أما بقى الموحدين فهم صدوا هجمات النصارى عن بلاد الأندلس، وده لوحده بصراحة كان كفيل إن احنا نفرد لهم حلقة خاصة نتعرف أكتر عن تاريخهم وأسباب تسميتهم بالاسم ده. الأمازيغ أو البربر زي ما بيسموهم هم أغلب سكان شمال أفريقيا. الاسم ده كان بيشتمل على مجموعة قبائل كبيرة جدا في جبال المغرب من أول ليبيا في الشرق إلى أقصى المغرب في الغرب، ومن ساحل البحر المتوسط في الشمال إلى عمق النيجر. خد بقى معاك مالي وتشاد وموريتانيا في الجنوب. والأمازيغ بلغتهم بتعني الإنسان الحر النبيل، لكن بصراحة كان في اختلاف حول إن أصلهم